السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده وتقولوا لي بتتابعوني منين. النهارده فيديو مشتريات الخضار. طبعا مشتريات الخضار دي انا ما بشتريهاش بالشهر، انا بشتري كل ما احتاج. ممكن اشتري بالاسبوع وممكن في وسط الاسبوع لو حاجة عندي خلصت كده بشتريها. وقبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه كده وتكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم وتقولوا لي بتتابعوني منين وعاوزين نتفاعل شويه على القناه. انا عارفاكم انتوا بتتابعوني كده وبتحبوني وانا بحبكم، بس عايزين نتفاعل اكتر. طول ما انت كده انت قاعده دلوقتي بتشاهديني دوس على زر الاشتراك عشان كل ما انزل فيديو ينزل لك وتشاهدينا على طول. النهارده هوريكم فيديو المشتريات اللي انا جايباه. اول حاجه جبت ايه؟ بيض. طبعا البيض ده ما بنستغناش عنه في الفطار او في العشاء. جبت نص كرتونه. ما بنستغناش طبعا عن البيض، استهلاكنا في البيض على طول، يعني من غير ايه، على طول يوميا بيض يا فطار يا عشاء. جبت نص كرتونه. البيضه عامله 4 جنيه. جبت نص كرتونه بيض. وطبعا البيض طالما فيه بيض يبقى فيه جبنه. جبت جبنه تلاجة كده، على اني عامله جبنه من اللي انتوا شفتوها معايا في الفيديوهات اللي قبل كده، الجبنه البلدي، بس في عندي بيحب الجبنه دي قوم جبتها له. بيحبوها برضو جبتها لهم. اللي يحب ياكل دي ياكل واللي يحب دي ياكل دي ياكل، يعني عادي، يعني الاتنين حلوين. بس طبعا البلدي مفيش غنى عنها ومفيش احلى منها. طبعا دي حاجه طبيعيه ومفيش حاجه، مفيش مواد حافظه وانت عاملاها في البيت وضمناها وكل حاجه يعني. جبت دي برضو للعشاء او في الفطار. طبعا الفاكهه، طبعا ما فيش غنى عن الفاكهه. جبت ايه؟ الفاكهه الموجوده في السوق اليومين دول: موز، يوسفندي، برتقان. هما الحاجات الثلاث حاجات موجوده. طبعا انتوا عارفين طبعا ان الصيف الشتاء فاكهته محدوده، وبرتقان او موز او يوسفندي، بس الثلاث حاجات دول. انما الصيف ايه، فاكهته كتيره: خوخ، مشمش، موز، بطيخ، مانجا، تفاح. يعني فاكهة الصيف كتيرة، عنب، انما فاكهة الشتاء محدودة. جبت اليوسفندي. طبعا ايه اللي بتشوفوه دايما معايا، بنحب النوع ده البلدي، ما بنحبش النوع التاني. وكل ما اليوسفندية تبقى صغيرة كل ما تبقى مسكرة، وكل ما تبقى تنقيها لونها احمر كده تبقى مسكرة زي السكر لما تنقيها لونها احمر. ده الكيلو كان عامل 10 جنيه. ده جبت 3 كيلو. ولما يخلص يعني الفاكهه يعني في حاجات كده مش محدده لها بالاسبوع، كل ما تخلص بجيب. طبعا احنا ما بنستغناش عن الفاكهه، يعني الفاكهه كلها مفيده وكده يعني. 3 كيلو بالكيلو عامل 10 جنيه. وجبنا برتقان كده. ده برتقان بس حسبه ده ابو قشره كتيره، ده كله قشر. ده النوع ده ما افضلش اجيبه، كله قشره. بص ازاي، بس هو اللي كان موجود في السوق ده. هو يفضل البرتقانه الناعمه على زي دي، الناعمه اللي شريتها ناعمه دي البرتقانه دي تبقى ايه، محليه. وطبعا ايه كلها برتقان مش قشر. دي كلها دي النوع ده كله قشر، انما البرتقانه دي ناعمه دي. بس ايه هو ده اللي كان موجود في السوق، ما رجعش من غير ما اشتريته وخلاص. بس انا ما بحبش النوع ده، بحب النوع اللي زي ده. ده برتقان. طبعا ايه الحاجات دي حلوه في الشتاء، فيتامين سي وحلوه. وجبنا موز. البرتقان كان عامل 12.5. وجبنا موز. الموز عامل 25. جبت 2 كيلو موز عامل 25. هما الثلاث فواكه دي اللي موجوده في السوق، يعني مفيش اكتر من كده في السوق خالص. جبنا 2 كيلو. الكيلو عامل 25. وادخل عدس الخضاري. جبت طماطم. على الكيلو عامل 10 جنيه. جبت 3 كيلو ورجعت تاني جبت 2 كيلو. الكيلو عامل 10 جنيه. جبت 3 كيلو هينفعوا طبعا يعني. جبت 3 كيلو زي ما قلت لكم. الكيلو عامل 10 جنيه. انا لو عندي مكان في الفريزر كنت جبت اكتر من كده، بس المشكله ان انا ما عنديش اماكن. جبت ايه دول كده احطهم في الثلاجه من تحت كده، اطبخ منهم اعمل منهم سلطه كده يعني. وجبت بصل
جبت بصل على نوعين، احمر والاصفر ده. جبت بصل احمر ده ب10 وده ب10. جبت الاحمر ده الكيلو عامل 10، وده برضو الكيلو عامل 10. جبت كيلو كده، دول كيلو. الاصفر جبت كيلو، انما الاحمر جبت 2 كيلو. وجبت ايه تاني؟ جبت بطاطس. طبعا مفيش بيت بيستغنى عن البطاطس طبعا، يا اما تحمير يا اما صينيه في الفرن، يا اما ممكن تسلقها مع بيض وبطاطس تبقى طعمها حلو برضو. البطاطس طبعا ما بنستغناش عنها. جبت الكيلو وربع ب10، الكيلو كان عامل 8 بطاطس. وجبت خضرة، جبت شبت وكزبرة وبقدونس. شبت وكزبرة وبقدونس 3. التلات خضرة دول ب5 جنيه. ده انا طبعا انا جايبه الخضرة دي عشان هعمل محشي ان شاء الله وهتشوفوه. وجبت كمان القلقاسة دي. القلقاسة دي كانت كيلو، كانت عاملة الكيلو عامل 20 جنيه. ان شاء الله اعمل محشي والقلقاس معاكم كده وتشوفوا ايه طريقته معاكم. انا بقى بعمله مش بالسلق، انا بعمله بالكزبرة، هتشوفوا طريقته معاكم. ما بعملوش كمان بالشوربة، لا انا بعمله بالصلصة، وبعمله كزبرة وهتشوفوه لما اعمله. بس انا بعمله كده يعني، مش بعمله بالشوربة او بعمله بالسلق، لا بعمله بالبقدونس دي. ودي حاجات ايه المشتريات اللي انا كنت لازماني من السوق، وقلت اجيبها كده واوريها لكم واقول لكم على اسعار. ويا ريت تكتبوا لي الاسعار دي غاليه ولا رخيصه ولا زي عندكم كده. ويا ريت نتفاعل شويه على القناه كده، واشتركوا يا حبايبي في القناه، واكتبوا لي كومنت حلو كده، واشوفكم على خير ومع السلامه.